الله الرحمن الرحيم. طبعا اهلا وسهلا بكم في فقره جديده في قناه الكره مع الجوكر. وقبل ما ابدا الفقره ما تنسوش تدعوا لاخواتكم شهداء غزه، ربنا يا رب يتجمدهم بصالح الرحمه، وربنا يا رب ينصرهم على كل من خانهم وخذلهم. طبعا يا اخوانا بنهني كمان بعيد الام، كل سنه وكل ام طيبه، وربنا يا رب يصبر كل واحد فقد امه، ربنا يا رب يصبره ويرحمه ويدخلها في سيح جناته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نبدا بالفقره بصلاه على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وهنختم طبعا طبعا كاس الرابطه، لاننا هنتكلم على تصفيات طبعا كاس الاوروبيه. طبعا هنبداها. طبعا يعني البرتغال تخسر في الدنمارك في كوبنهاجن في طبعا الذهاب امام المنتخب الدنماركي بهدف نظيف. طبعا في انتظار الاياب كمان في الذهاب المنتخب الكرواتي بيفوز على منتخب فرنسا بهدفين مقابل لا شيء. كمان طبعا منتخب المانيا بيقتنص فوز مهم جدا على المنتخب الايطالي في الاولمبيكو في روما. كمان المنتخب الاسباني حامل اللقب يتعادل في روتردام امام المنتخب الهولندي بهدفين لكل فريق. طبعا النهارده المنتخب الاندوري بيقابل المنتخب الانجليزي الليله باذن الله. طبعا بقى هنتكلم كمان عن التصفيات الافريقيه. طبعا الليله ان شاء الله في منتخب مصر امام منتخب اثيوبيا، وطبعا بالتوفيق للمنتخب المصري. هنتكلم طبعا عن تصفيات كمان افريقيا. المنتخب التونسي خلاص بيفوز فوز مهم جدا على المنتخب الليبيري بهدف نظيف، وبيقترب من بلوغ كاس العالم. كمان طبعا هنتكلم على التصفيات الاسيويه، وطبعا المنتخب الياباني بالتخصص اول منتخبات اسيا صعدت كاس العالم بالفوز على منتخب البحريني بهدفين مقابل لا شيء في طبعا ملعب سانتيما بطوكيو. كمان طبعا المنتخب السعودي بينعش اماله بالفوز على المنتخب الصيني بهدف سالم الدوسري، وطبعا بتنتظر مباراه قويه جدا. المباراه القادمه تكون امام اليابان، اذا فازها صعد كاس العالم، اذا تعادل يعني ممكن بقى يعتمد على الانديه الثانيه، المنتخبات الثانيه، انا اسف. طبعا كمان المنتخب، طبعا مجموعه العراق بتشتعل. العراق بتقلب تاخرها لتعادل امام منتخب الكويت في ملعب البصره. طبعا التعادل ده يعني فاد منتخب الاردني بالفوز على المنتخب الوطني الفلسطيني بثلاث اهداف مقابل هدف. طبعا كمان منتخب كوريا الجنوبيه بيتعادل امام المنتخب العماني بهدف لكل فريق. طبعا كمان منتخب العنابي منتخب القطري بينعش اماله بالفوز على المنتخب الكوري الجنوبي، على الكوري الشمالي اسف، بخماسيه مقابل هدف. كمان المنتخب الاوزبكي بيقترب لاول مره في تاريخه من بلوغ كاس العالم بالفوز على المنتخب القرغستاني بهدف نظيف. كمان المنتخب التركي بيفوز على منتخب المجر، ده طبعا في تصفيات اوروبا في كاس العالم. طبعا بقى نختم بقى ايه بالكلام اللي هو بتاع طبعا ببطوله كاس الرابطه. طبعا انتهت مباراه زد ومصري بالتعادل بهدف لهدف. وضع جون إيبوكا هدف المصري قبل أن يتعادل المهاجم الأفريقي أيضا حميد مهاجم زد. نتكلم بقى على مباراة الزمالك والجونة. وطبعا يا إخوانا 3 كلمات بس هقولهم. كابتن أوسوريو 3-4-3 ما تنفعش للزمالك. اسأل إيناسيو واسأل أوسوريو، يعني الاثنين اللي جربوا الخطة دي وما نفعتش. الكوارث الدفاعية للأسف موجودة بصفة دايمة في نادي الزمالك. الكور الثابتة والكور الركنية أصبحت يعني أسوأ، يعني أصبحت كوارث على ركلات الجزاء. طبعا يعني شفنا المباراة دي. طبعا المنتخب، طبعا الجونة يعني أضاع العديد من الفرص، وبمنتهى الأمانة أنا شايف إن الجونة كان ليه ركلة جزاء. تقدم الجونة عن طريق محمد الزهني بهدف جميل جدا الصراحة. كرة طبعا سريعة مرتدة، قبل طبعا بخطأ قاتل من حارس الجونة بيتعادل محمود حمدي الونش، وبكده نقطة مهمة. طبعا في انتظار المباراه الجايه امام بتروجيت. انا اسف طبعا الفقره اللي فاتت قلت ان الزمالك هيقابل بتروجيت، انا اسف. طبعا كمان الاهلي بيتعثر وبيخسر امام انبي. وطبعا انبي يعني بيكسر عقده من 2015. اخر فازوا انبي على الاهلي كان في الدوري المصري في 2015، لكن غير طبعا كاس الرابطه. طبعا وضع الهدف ساعتها محمود قعود. طبعا فاز انبي عن طريق المدافع محمد عادل. فطبعا هنشوف يعني. تعال بقى نتكلم على الاهلي. طبعا الشوط الاول الاهلي لعب مباراه كانت متوسطه، ممكن يعني مع كل الاحترام لاخويا الاهلاوي، مباراه كانت ممله شويه. حمزه الجمل احترم النادي الاهلي الشوط الاول. طبعا الاهلي الشوط الثاني يعني طمع حمزه الجمل في المباراه. طبعا تغييره كارثيه عملها سامي قمصان لما طلع قفشه اللي هو يعني الوحيد اللي كان بيوصلك الخطوط ببعض.
بعد طلوع قفشه يعني للاسف اتقطعت الخطوط، وفي نفس الوقت الكور الطوليه ما فيش حد بيديك قدام في النادي الاهلي. فطبعا يعني ده اللي خلى حمزه الجمل طمع. في نفس الوقت الكور برضو الثابته اللي كانت على الاهلي كانت خطيره جدا، يعني كورتين اوفا ضيعهم. كوره قبليها برضو كان ساعتها كانت ممكن تقدم انفراد وشالها بمنتهى الاقتدار حمزه علاء. طبعا حمزه علاء ما يسالش على هدف. ونفس التشكيله دي على فكره عملها جروس في مباراه الزمالك وبيراميدز، وشفنا ساعتها الكارثه حصلت ازاي برضو مع الزمالك لما انهزم امام بيراميدز بثلاثيه نظيفه. طبعا يا اخوانا يعني المباراه الجايه لمنتخب كمان الاهلي هتبقى امام طلائع الجيش ان شاء الله النهارده الليله. طبعا منتخب مصر هيقابل اثيوبيا الساعه 11 على اون تايم. طبعا بقى يا اخوانا هنتكلم كده يعني على ذكرى جميله برضو نادي الزمالك يحضرها، زي النهارده 21 رمضان توج الزمالك باول كونفدراليه، وطبعا كان امام نهضه بركان. طبعا كان ساعتها موافق 26 مايو 2019. كانت ليله جميله من الف ليله طبعا بالنسبه لجماهير نادي الزمالك. طبعا يعني حتى الان في مناوشات على حوار زيزو والزمالك بيتحرك، يعني زي ما بيقولوا كده بيتحسس موقف محمد شريف. ويا ترى هنشوف شريف في الزمالك، وممكن نشوف زيزو في الاهلي. طبعا هو في كلام عن جلسه زيزو بعد ان شاء الله بعد المنتخب، وهنشوف الكلام ده. اتمنى يا رب ما كنتش تقلت عليكم. حافظ الله فلسطين. طبعا نختم بخير الختام والصلاه على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم منا خالص التقدير والحب والاحترام. السلام عليكم.